الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده قلنا هنعمل كشري، فقلت اوريكم المكرونه والعدس والحمص الشام وانا بسلقه بطريقه حلوه جدا، وبعمل المكرونه بطريقه جميله جدا. انا جبت حله زي ما انتم شايفين وحطيت فيها ميه وحطيت فيها زيت وملح وهزودها بالميه اهوت زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه لحمص الشام فانا هعمله بميه مغليه علشان انا نسيت انقعه من بالليل. زي ما انتم شايفين اهو حمص الشام هحط عليه ميه مغليه علشان ما ياخدش سوا وما ياخدش وقت في السوا بالشكل ده. احنا ما بنحبوش قوي كده، فانا بعمله بالطريقه ديت، ما بياخدش وقت ولا بياخد سوا. اهو حطينا الميه للاتنين، للمكرونه بالزيت والملح، وكمان حطينا حمص الشام يتسلق. الميه تغلي وهقول لكم هنعمل ايه. ودلوقتي حبايبي بعد ما الميه غليت للمكرونه زي ما انتم شايفين كده، انا معايا مكرونه سباكيتي جايباها مكسره عشان الطويله تاخد وقت، فانا بجيبها مكسره هنزل بيها كده مع المكرونه اهو. المكرونه التانيه صغيره، المكرونه التانيه ديت ما تقدري تشكليها زي ما انت عايزه، انا بحب اجيبها صغيره اهي تتسلق كده. هقول لكم هنعمل ايه. ودلوقتي حبايبي بعد ما سلقنا المكرونه وصفناها هننزل بحبه زيت. انا جايبه شعريه من التخينه والشعريه من الملفوفه الحلوه، مش جايباها من الرفيعه لان الرفيعه ما بتبانش في الكشري زي الكبيره التخينه الملفوفه، فقلت هسويها معاكم كده اهو كده. جايبه شعريه قد المكرونه زي ما انتم شايفين كده، هحمرها وهي زي ما هي كده بتبقى لفه وجميله جدا جدا زي ما انتم شايفين. بعد ما حمرنا الشعريه هنزل بحبه ميه مغليين كده كده، هغطي الشعريه بيهم بحيث تستوي فيها. كمان هنزل بحبه ملح كمون وفلفل كده وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي. ودلوقتي حبايبي بعد ما الشعريه اتشربت بالشكل ده الميه، هنزل بالمكرونه بتاعتي. انا طبعا لما سلقتها ما غسلتهاش علشان تفضل النشا بتاعها جميله جدا كده اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنزل على الوش كمان بحبه ملح بفلفل كده وهقلبها. وطبعا حمص الشام كمان استوى هنطفي عليه، وبكده بكون وريتكم ازاي سلقت المكرونه بتاعه الكشري مع حمص الشام بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. اتمنى يعجبكم الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.